ده هو الجالاكسي A56، اغلى موبايل فئه متوسطه حاليا من سامسونج. موبايل بيجي بمعالج جديد، شاشه اكبر، وكاميرا سيلفي احسن كتير من اللي قبلها، ولكن في بعض الحاجات محتاجين نتكلم عليها ومحتاج تكون عارفها لو قررت تشتري ال A56 من سامسونج. يا وسهلا بكم لكم التكنولوجيا. والسامسونج جالاكسي 56 تقريبا هو نفس تصميم كل سلسله الجيل السادس من سلسله الاي، يعني احنا بنتكلم نفس شكل الكاميرات، نفس شكل التصميم الدائري حوالين داير، ولكن الاختلاف هنا في الخامات. الاي 56 باختلافه مثلا عن الاي 36 الحواف بتاعته مصنوعه من براشد الومنيوم مشطوف، شكله جذاب ورائع جدا. الظهر السنه دي مصنوع بالازاز زي السنه اللي فاتت، ولكن الجديد هنا ان هو محمي بكورنينج جوريلا جلاس فيكتس بلس، فما تقلقش قوي ان الموبايل ده بجد هتبقى وحشه قوي لو اتكسر. بس هو ما اتكسرش. الموبايل السنه دي ارفع تقريبا 10% عن الجالاكسي A55. احنا بنتكلم على 7.4 ملم، ده نزول من 8.2 ملم، ده رقم كبير. واخيرا الموبايل ده محمي ضد الميه والاتربه IP67، ولكن المنافسه حاليا بقت IP68، وفي بعض الموبايلات بقت IP69. هنا احنا متاخرين سنه، ولكن محمي ضد الميه والاتربه، وما اعتقدش قوي انت هتحب تنزل تحت البول بالموبايل ده كده، ولكن انت عندك الحمايه دي لو عايز 30 دقيقه متر. خلينا نتكلم عن الشاشه، والشاشه هنا فعلا مميزه عن السنه اللي فاتت. اول حاجه الشاشه دي كبرت، بقت 6.7 بوصه بدل 6.6 بوصه من السنه اللي فاتت، ولكن سامسونج عملت حاجه لذيذه. الشاشه كبرت ولكن الحواف بتاعت الموبايل صغرت. كان موبايل انت ماسكه في ايدك، الموبايل ما كبرش، نفس الماسكه نفس كل حاجه، ولكن بشاشه اكبر. دي احلى ابجريد ممكن يحصل للموبايل. الشاشه هنا سوبر اموليد فول اتش دي بلس. طبعا كان نفسي اشوف ال 2K، ولكن سامسونج الاول محتاجه تحط ال 2K ده في الاس يعني 25 العادي، وبعد كده هبدا بقى اقول ايه، يلا بقى عايزين نتطرق ليها. بس هي ما زالت شاشه ممتازه يعني. اخيرا الشاشه دي 120 هرتز، والحاجه المختلفه تانية فيها عن الاي 55 سطوع الشاشه دي السنه دي زاد 20%، وده ما زال رقم حلو. بقى 1200 نتس، 1200 شمعه عن 1000 نتس في السنه اللي فاتت. ومش بس كده، كمان المحتوى الاتش دي ار بتوصل لحد 1900 نتس، فتجربه مشاهده فيديوهات على الشاشه دي صراحه ممتعه الى اقصى درجه. خليني بس اقول لك معلومه كده في التستنج، انت لو مسكت البرايتنس هنا كده وعليتها على الاخر الشاشه هنا هتعلى معاك لحد 650 نتس. عايز توصل ل 1200 محتاج تخرج من الموبايل ده كده في الشمس، او محتاج تحط كشاف قوي على الكاميرا على الضوء كده، سنسور الاضاءه، هتلاقي الشاشه دي نطت ل 1200. طيب وال 1900 توصل لها امتى؟ فقط على محتوى الاتش دي ار، مش في العادي ولا في الشمس، فقط على محتوى الاتش دي ار. دايما مشكلتي مع الشاشات اللي بتوصل لبرايتنس عالي وبنبقى مبسوطين بيها ان هي مش بتطول والموبايل بيسخن بسرعه. هنا الموضوع ده ما حصلش قوي، ولكن حصل حاجه تانية هنتكلم عليها في نقطة البطارية بعدين. نرجع لتجربة مشاهدة الفيديوهات. الموبايل ده فيه تجربة مشاهدة ممتعة زي ما قلنا، بسماعتين، سماعة ستيريو تحت قوية وسماعة اير بيس قوية، مفيش سماعة ديديكيتد في الفريم من فوق، ولكن سماعة اير بيس سماعة محترمة قوي. والمختلف يعني الجالاكسي 55، ودي حاجة انا مسكتها وحسيتها، البيز بتاع الموبايل ده اقوى من الاي 55 شويه حلوين. ساعتين تخزين 128 جيجا و256 جيجا، ولكن نحط تحت ولكن دي خطوط كتيره. سامسونج شالت امكانيه انك تزود الاستورج في الاي 56، حاجه كانت موجوده في الاي 55. دلوقتي اللي انت هتشتريه هتحصل عليه وهتعيش بيه، مش هينفع انك تغيره بعدين. فانت لو هتشتري ستورج اشتري الاكبر. انا عارف يا جماعه ان انا بجري، بس دي طريقتي في الكلام، فقولوا لي كده في الكومنتس يا جماعه، انتوا عاجبكم فكره اللي انا بتكلم بسرعه وبجري في الفيديو واخلي لكم فيديو قصير في الاخر، ولا انتوا بتحبوا كده كل حاجه على الهادي وهداوه؟ حابب اعرف رايكم في الكومنتس كده، انزل تحت كده واعمل تصويت. انا عايز الفيديو سريع، انا عايز الفيديو يكون اهدى شويه لودني عشان افهم معلومات كده واكون معاك كده على نفس الخط. ولو مش متابعنا على الانستجرام، احب اقول لك ان احنا عملنا ريفيو ريل لذيذه للاي 36 الاي 36 النسخه الاصغر من الموبايل ده، والريل دي وصلت لناس كتير والناس كتير شافتها وحبتها. فانت لو مش متابع والحاجات دي فايتاك، لازم تعمل فولو هناك على الانستجرام. طيب سوفت وير، بنتكلم هنا على One UI 7 على اندرويد 14. والوان يو اي 7 ده فيه شويه اي اي فيتشرز من الاخوه الكبار من الاس لاين، حاجه مثلا زي الاي اي سيلكت، ودي ابجريد عن السمارت سيلكت اللي ما كانتش سمارت قوي. وطبعا الاوبجكت اريسر، ولكن خليني اقول لك معلومه، الاوبجكت اريسر هنا شغال، ولكن هو مش بنفس قوه الاس، يعني مش بنفس قوه اللي احنا كنا منبهرين فيه، واللي كان اقوى من ال 16 برو ماكس بكتير. ده مش بنفس القوه بتاعت الاس، ولكن هو مازال موجود جوه ابلكيشن الصور وبيشيل وشغال كويس. طبعا عندك جيميناي بكل بقى، يا جيميناي طلعي لي مش عارف ايه، دوري لي، اعملي لي جدول، الشغاله بتاعتك هنا زي الفل. واهم حاجه في الموبايل ده ان هو في 6 سنين سكيورتي ابديتس و6 سنين سوفت وير ابديتس.
يعني الموبايل ده هيفضل معاك لحد سنه 2031 وانت في بطنك بطيخه صيفي. ومش بس كده، اللي كان مبهر كمان الاي 36 كان نفس الفكره، كان في 6 سنين سوفت وير ابديتس. دي صراحه نقله، ودي اقوى من المنافسه بشويه حلوين. المنافسه بتتكلم في 3 سنين، ده ضعف المنافسه كسوفت وير ابديتس. سامسونج بصراحه دي حركه محترمه قوي ان هي تعملها. تعالوا بقى نتكلم عن المعالج والاداء، وخلينا بقى نمشيها بالراحه شويه. دي انا عارف ان ممكن يكون في ناس عايزه بسرعه، بس دي محتاجه بالراحه. المعالج الموجود في الاي 56 هو معالج جديد اول مره يتحط في موبايل، وهو الاكسنس 1580. المعالج ده كارقام هو ابجريد محترم عن اللي كان موجود في الاي 55. احنا بنتكلم على جيك بنش سكور 3899 ضد السنه اللي فاتت كان 3350. مش الفرق الكبير قوي، ولكن الفرق اللذيذ بتاع الابجريدز العاديه. طيب بالنسبه للمنافسه، عندك في المنافسه حاجه زي الدايمنسيتي 8300 الترا، ده معالج اقوى، ممكن يوصل ل 20% في بعض الالعاب. ولكن خليني اقول لك المعالج ده على ستريس تيستس قعدت معايا اكتر من ساعه، حطيت الموبايل ده فيها، الاداء ما قلش. دايما لما بتشغل محتوى اتش دي ار والشاشه بتسخن وبتطلع جوده عاليه جدا، لما بتلعب العاب لمده ساعه متواصل بتلاقي الموبايل اداؤه بيقل. والكلام ده يا جماعه بيشتغل في ايفون 16 برو، يعني الاداء بتاعه بيقل بطريقه ملحوظه. الكلام ده ما حصلش معايا خالص في الاكسنس 1580. ولكن اللي حصل البطاريه كاستخدام الاي 56 ضد الاي 55، علما البطاريه هي نفس ال 5000 ملي امبير، الاستخدام الفعلي بتاعها كان اقل من الاي 55. اقل يعني احنا بنتكلم تقريبا في 10 ساعات مشاهده فيديو على الموبايل ده ضد 12 ساعه مشاهده فيديو على السنه اللي فاتت. لو هنترجم ده في حاجه عمليه كده انا وانت نتكلم فيها، هل بطاريه الموبايل ده وحشه؟ هل بطاريه الموبايل ده فيها مشكله؟ هل المعالج ده بيأثر تأثير سلبي على البطاريه؟ لا، الموبايل ده مش بطاريته وحشه. الموبايل ده بطاريته تكمل معاك اليوم، ممكن توصل سكرين اون تايم 4 ساعات و5 ساعات. لعب تقيل قوي، انت ماسك الموبايل ده هاري لعب 5 ساعات ببجي ممكن بالعافيه توصله 0%، ودي تعتبر بطاريه هتكمل معاك اليوم محترم قوي، وهتكمل اخر يوم معاك 20 30% زياده. واداء الموبايل ده اداء ناعم وسريع، في اتقل الالعاب هتوصل لحد 60 هرتز و120 هرتز كمان في بعض الالعاب زي ببجي. هي بس نقطه البطاريه اللي بتستهلك اكتر شويه عن السنه اللي فاتت، اعتقد ان هي بسبب المعالج. على الناحيه الايجابيه بقى للبطاريه 45 واط، واخيرا يا سامسونج، واخيرا يعني اتأخرنا فيها قوي. شحن سريع موجود في الموبايل ده، بيشحن من 0 ل 65% في نص ساعة، والشاحن ما بيجيش جوه العلبة، هتحتاج تشتريه. هما كانوا عاملين عرض في الاي 36 ان الموبايل هيجي مع شاحن هدية لو انت كنت الناس اللي عملت بري اوردر بقى واشتريته في الاول. مش عارفين اذا كان العرض ده هيتكرر كمان مع الاي 56 ولا لا، ولكن هي حاجة كويسة. ولو عايز تشحن الموبايل ده من 0 لحد 100% هياخد معاك تقريبا ساعة 10 دقايق، ساعة و13 دقيقة في الرينج ده. ودلوقتي خلينا بقى نتكلم شوية عن الكاميرات. كاميرات التصميم الجديد جدا الموجود في ظهر الموبايل، واقول لكم ان هو نفس الكاميرات بالظبط اللي كانت موجوده في الاي 55، مفيش فيها اي تغيير بالملي. نفس الثلاث كاميرات اللي ورا 12 ميجا بكسل اف 2.2، 50 ميجا بكسل 1.8، و5 ميجا بكسل اف 2.4 كاميرا ماكرو عشان تجيب بيها ادق التفاصيل وانت بتصور. الكاميرات ما اختلفتش، والسوفت وير او البروسيسنج بتاعها برده ما اختلفش. طب اللي اختلف ايه؟ الفيديو والكاميرا السيلفي. الفيديو اللي طالع من الموبايل ده يا جماعه الصبح او بالليل على الكاميرا ال1 اكس فيديو ممتاز، والالكترونيك ستابلايزيشن اللي موجود في الموبايل ده محترم قوي. الفيديوهات يا جماعه فعلا وصلت في حته حلوه قوي، احنا مش ملاحظين الجوده بتاعت الفيديو ان هي وحشه. الفيديو اللي طالع من الكاميرا دي فيديو فعلا، يعني لو انت شخص مش فاهم تصوير قوي تقارنه مع موبايل فلاج شيب بضعفين 3 اضعاف سعره، هتلاحظ ان الفيديو قريب. اكيد لو انت فاهم تصوير بقى وفاهم هايلايتس وشادوز وكده، لو هتاخد الموبايل ده وتروح بيه تصور بالليل على 1 اكس هتلاحظ ان بعض الحاجات مفرقعه، والموبايلات الفلاج شيب بتظبط الهايلايتس واللو لايتس خصوصا بالليل، ده مش قوي يعني. بس انا بتكلم هنا كمنافسه في نفس رينج السعر، الفيديو في الموبايل ده يعتبر متفوق عن المنافسه. كان نفسي بس اشوف كاميرا 2 اكس، يعني دي حاجه موجوده دلوقتي في معظم المنافسه في السعر ده، مش موجوده هنا. انت عندك ديجيتال 2 اكس من الكاميرا الاساسيه، ولكن طبعا الصور مش بتبقى شارب زي ال1 اكس العاديه. ولكن المختلف هنا بقى هي الفرونت كاميرا. الفرونت كاميرا هنا قلت كميجا بكسلز، بقت 12 ميجا بكسل، والكاميرا دي يا جماعه كاميرا حلوه جدا. كان فعلا الابجريد ده يعني انا كنت منتظر انه يحصل في اقوى موبايل عند سامسونج الاي 56. دايناميك رينج محترم جدا في الصور، وصور ككواليتي وكالوان فعلا اللي تتوقعه من سامسونج. طيب بعد ما اتكلمنا على الموبايل ده، تعالى بقى نلخص كده ونقول لك الموبايل ده حلو في ايه وحش في ايه، والقرار في الاخر هيرجع لك انت لو عايز تشتري. الاي 56 الشاحن بتاعه ما بيجيش جوه العلبه، مفيش منفذ المايكرو اس دي كارد اللي تقدر تكسباند بيه الميموري، مفيش امكانيه انك تصور 2 اكس على تليفوتو على لينز مخصوصه ليها، هتحتاج تعمل ديجيتال زوم. والكاميرات عامه ما فيهاش ابجريدز قوي عن السنه اللي فاتت. على الناحيه الثانيه كاميرا السيلفي، كاميرا فعلا ابجريدد ومحترمه جدا. الشاشه كبرت، مواد تصنيع الموبايل ده يا جماعه
جماعه هي انضف مواد تصنيع الموبايل ده، بريميوم جدا، بس ما اجيبش اللون الاسود بس عشان يعني مش احسن حاجه. هي سامسونج بعتت الريفيو يونت دي وهتاخدها تاني باللون الاسود، دي اكتر حاجه انا ناقم عليها، حتى رميت الموبايل في اول فيديو بقى في الخباثه وكده، بس يعني الموبايل ما بيتكسرش طبعا بقى وكده، صح ولا ايه؟ ها هيتكسر في مره يبقى شكلي وحش جدا. ما اتكسرش. One UI 7 و6 سنين سكيورتي وسوفت وير ابديتس، الموبايل ده فعلا موبايل يقدر يعيش معاك فتره طويله، موبايل محترم بكل المقاييس. قول لي في الكومنتس تحت لو الموبايل ده عجبك، قول لي لو ناوي تشتريه، وقول لي عايز ريتم الفيديو يكون ابطا ولا اسرع شويه. شكرا ليك، شفت الفيديو مبسوط وانبسط لما اشوف كومنتاتكم، تقولي كومنتس كتير عايز اقرا ارائكم، عايز اسمع ارائكم. اشوفكم